قال انما امر العبد او انما فرض الصيام على العبد ليكون خاشعا ذليلا بين يدي الله. شلون يعني؟ انت شايف الانسان من يجوع طبعا يذل الانسان اذا جاع، ما في شك. الجوع يخلي الانسان يذل، والعطش يخلي الانسان يذل، ما في شك ان يذبل ويذل وعنفوانه يروح، خصوصا اذا جايع ويريد رغيف ما يقدر. هذا الان اذا استشعر، الامام يقول اذا استشعر الجوع واستشعر العطش خل يكون خاشع بين يدي الله، خل يشعر بفقره الى الله، لان الله عز وجل هو الذي اشبعه وهو الذي امره بان يجوع، فيشعر بالخشوع. يعني عبر، بدل العبارة، قول حتى يكون عنده شوية جو روحي بين يدي الله، لان الانسان عايش حياته كلها في جو بهيمي. الانسان عايش حياته كلها في يعني الاشياء اللي احنا الان مهتمين بها شاركنا بها البهائم. الطعام يشاركني به البهيمة، الشراب شاركني به البهيمة، غريزة الجنس شاركني بها الحيوانات. اذا هاي الاشياء اللي الناس طارد عليها كلها هي عبارة عن امور مشتركة بيننا وبين الحيوان، كما ان الحيوان يمارسها نحن نمارسها. اذا شنو اللي يخلينا احنا ولقد كرمنا بني ادم؟ شنو اللي يخلي الانسان سيد الموجودات؟ اللي يخليه سيد الموجودات هالجذبات الروحية اللي عنده، هالجوانب العقلية اللي عنده، هاي اللي تميزه عن باقي الحيوانات، عن باقي الكائنات. وإلا إذا رجعنا إلى الكائنات الأخرى قد تكون أهم من الإنسان. إذا عدنا للكائنات الأخرى، الكائنات الأخرى قد تكون أهم من الإنسان. يعني قد هتصور هالنملة البسيطة هذه عندها فعاليات وطاقة أكبر من طاقة الإنسان في بعض الأحيان، لأن في بعض الأمور. إذا بيش تميز الإنسان؟ تميز بالروح، تميز بالعقل، يعني عند الجوانب الروحية، الجذبات الروحية. الإنسان إذا قدر شوية يرتفع عن مستوى البهائم، يعني بتعبير آخر لا يبقى مشدود شد إلى الغرائز بحيث أن هاي الغرائز تلعب بكرامته وتحول إلى كائن ذليل. لا، لأن احنا نلاحظ الآن بعض الناس من أجل كرامته يجوع، ومن أجل كرامته يعطش، ومن أجل كرامته يموت. نعم، موجود، هذا موجود عندنا. هذا اكو بعض الناس ترتفع به، يرتفع عند مستوى الكرامة إلى حدود التضحية بكل ما عنده. إذا الإنسان عنده قدرة على الارتفاع، مو هابط، مو يساوي الحيوان مستوى الحيوان بالغريزة، لا لا، الإنسان يبقى أكبر من هذا وأعلى إذا خشع بين يدي الله. يعني ارتفع من مستوى البهيمة إلى مستوى الشعور بأن إنسان ذا عقل وذا روح، وعليه يتعين عليه أن يرتفع إلى هالمستوى، يكون خاشع، يكون في جو روحي. مو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في طعامه وشرابه، في جوعه وعطشه. إذا المسألة مسألة جوع وعطش ما لها قيمة. لا، المفروض أن الإنسان يرتفع به الصوم، يرفع إلى مستوى أكبر من الحيوان، يخلي إنسان يشعر بكرامته، يشعر بوجوده. أول حكمة من حكم الصوم هذا المعنى، يعني أن يكون الإنسان خاشعا ذليلا بين يدي الله امتثالا لأمره، مو يكون خاشع ذليل بين يدي الغرائز. يعني لا تلوي المعدة ولا يلوي الجنس، لا، خلي اللي يلوي شنو؟ خوف الله عز وجل، خاشعا ذليلا بين يدي الله.